يعني فعلا بعض الساحات صارت مكان تغير بها جو بالليل، خصوصا تروح ترفه عن نفسك. صدم سكان منطقة الكرادة في وسط العاصمة بغداد بفيديوهات غير أخلاقية لمواد إباحية. فيديو إباحي يستمر الوقت طويل نسبيا بشاشات إعلانات كبيرة. هاي وضعية هاي افلام اباحيه تدق للصبح ساحه الواثق. العراقيين بين الدول انفضحوا. فيديو اباحي ساحه عقبه، زي المواقع الاباحيه مو مغلقه، هسه صارت رامات، مجلات، اقراص، في بي ان، والنوب ساحات. وزاره الاعلام والاتصالات يعني لازم تحجب الساحات العامه هم ويا المواقع الاباحيه. ساحات زادت 18. ها عمو، ها حبيبي، اي عادي، اطلع خذ اخوتك او اطلع براحتكم. وين حطلعون؟ هاي الساحه اللي يمنا بالمنطقه؟ اي حلو عادي تمام. لا دقيقة عمو، لا تطلع، ارجع بشرفك، اطلع من الساحة بسرعة، اطلع اي اطلع. بس بالعراق ممكن تشوف شاهد فضيحة الساحة الفلانية قبل الحذف. يا جماعة شو زي يصير فهمونا؟ هاي لما تفوت من يم فلكة عقبة بالنافع وابوك يدخل عليك فجأة وتعال اقنع ابوك انت كذي تفايت بساحة عقبة لان عندك شغل. عباشر عقبة اللي يتقدم لبنيه اهله يسالوه خمر رايح ساحة عقبة بالنافع؟ لا ابنه خوش ولد، يروح ويرجع بدربه يفوت للكرادة من كهرمانه. يعني بحياته ما طالع عن الطريق. فضايح بلد يوميا تطلع لك فضيحه. زين القوات الامنيه ايش سوت؟ لحقت على شيء؟ طفوا الفيديو بسرعه لو لا؟ حسب البيان اللي صدر من وكالة الاستخبارات طولت أكثر من ساعه كامله. اي تعليق على هذا الموضوع ده يجي بالي مو زين. اي تعليق اقوله يجرح بعض الاشخاص.